يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى قرص طرية هشة جدا قطنية واخدة السوا المظبوط، وهنعرف ازاي هنعملها بالطريقة الحلوة ديت. كمان هتبقى اقتصادية جدا وموفرة في كل بيت. المقادير بتاعتها عايزة اقول لكم من غير ولا سمنة ولا زبدة، يعني من غير ولا اي حاجة كده، حاجة كده موفرة وسهلة جدا وبسيطة وكمان مش متعبة، وهتعمليها في ثواني. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول، ولو عجبكم فكرتنا شجعونا بلايكات كتير وكومنت حلو منكم. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا الجديدة. اول حاجة حطيت كوب من الحليب، وحطيت كمان كوب من المية. طبعا حطينا مية وحليب عشان تبقى اقتصادية وموفرة علينا. هنحط باكت من الخميرة. طبعا هنا سواء هتستعملي ميه بس او هتستعملي حليب بس، او لبن وميه زي ما احنا مستعملين. لازم تبقى دافيه كده زي دمعة العين اذا كان الميه او الحليب. وبعد كده عشان الخميره تشتغل معانا وتبقى حلوه جدا، حطينا بقى ايه معلقه من السكر. هندوب كده كويس بقى الخميره مع السكر مع الحليب بتاعنا. وبعد كده هنسيبها بقى ايه شويه ترتاح عشان تشتغل معانا الخميره. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف ايه باكت من الفانيليا، او ممكن ما عندكيش الفانيليا استعملي زي كده الفانيليا اللي هي السايله. بتدي ريحه حلوه جدا على فكره للمعجنات، وتبقى ريحتها جميله جدا. طبعا انا ما كانش عندي اللي هي البودر، فحطيت اللي هي الفانيليا اللي هي السايله، وكانت مديه ريحه حلوه جدا. طبعا هنا معانا الدقيق. هبدأ ان انا انخل كده الدقيق زي ما انتم ما شايفين. طبعا ده نص كيلو من الدقيق، هنستعمل نص كيلو بس. طبعا انت حابه ان انت تستعملي كيلو، فهنضاعف الكميه. طبعا الكميه بتاعه المقادير. وبعد كده هنا اهم حاجه بقى في الدقيق، لازم ان انت تدخليه كويس جدا عشان خاطر تبقى القرص كده هشه وكتنيه كده زي بتاعه بره بالظبط بتاعه الافران. هنا بقى ايه، طبعا انا معرفتش ان انا اعجنها بايديا لانها طبعا في الاول بتبقى ملزقه، فنستعمل كده ايه الاسباتيلا نلم بيها. وبعد كده هنبدا ان احنا نعجن فيها. طبعا هنا ممكن ان انت تعجني فيه العجان لو انت عندك عجان متاح عندك. ما عندكيش ممكن تعجني كده زي ايه على ايدينا. طبعا احنا عجنا على ايدينا لاني طبعا ايه للي ما عندهوش عجان. طبعا ايلين طلعت وعايزه ان هي تعجن معايا وهي اصلا بتموت في العجن. وهنا بقى ايه، طبعا انا حطيت ربع كوبايه من الزيت، يعني حوالي كده ايه 3 معالق من الزيت بالظبط. هنا الزيت بيخليها تبقى طريه جدا معاكي وتبقى هشه كده القرص وتبقى جميله جدا. طبعا احنا بنعجن فيها كده شويه، وبعد كده بنبدا ان احنا نعجن فيها تاني، نسيبها ترتاح دقيقتين وبنبدا ان احنا نعجن تاني. طبعا سبتها هنا ترتاح، وبعد كده بدات ان هي خمرت معايا. بدات ان انا بقى ايه لميتها وعملتها كده رول. هبدا ان انا بقى ايه اكورها كده زي ما انتم ما شايفين. بعملها كده قد حجم الليمونه كده بالظبط. هنا بقى ايه بالنسبه للحشوه، تحشي بقى الحشوه اللي انت حباها، يعني ممكن بالعجوه كده زي ما انا محشيه، ممكن ان انت تحشي برضو بملبل، ممكن بجبنه لو انت حباه، او ساده يعني زي ما انت ما تحبي بالظبط. في ناس كمان بتحشي بالسكر، يعني بالسكر برضو بتبقى جميله جدا وبتبقى حلوه قوي برضو. يعني على حسب ما انت محبه الحشوه بتبقى جميله جدا وهتبقى حلوه قوي. طبعا انتوا شايفينها طرية جدا في ايدي وجميلة، ويعني ما شاء الله عليها. يعني العجينة كانت حلوة قوي. طبعا بالنسبة للعجينة، لان ناس كتير قوي بتتضايق من العجين في يعني سواعي العجينه بتبقى بتلزق كده وما تعرفيش ان انتي تلميها. ممكن ان انتي تحطي ايه شويه كده من الدقيق، لاني بتختلف عن كل دقيق والتاني. يعني في دقيق بيلم كده على طول وبيبقى حلو، في دقيق بيبقى متعب شويه. لكن هنا طبعا لو العجينه بتاعتنا تبقى طريه وبتلزق، ممكن ان انتي تعالجيها بشويه من الدقيق. لكن لو عجينه تبقى ناشفه معاكي هتحطي طبعا شويه من الزيت. تمام كده. هنا بقى ايه بعد ما رصيناها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين وفي الصاج، بدات ان انا بسيب لها مسافه وبفردها كده بايديا زي ما انتم شايفين. هنا بقى ايه عندنا صفار البيض. دي صفارة البيض دي كانت عندي في الفريزر، فحبيت ان انا استعملها ادهن بيها وش القرص. حطيت ايه سنة كده من الفانيليا، يعني نقطة كده من الفانيليا السايلة او الفانيليا العادية. طبعا ما عندناش صفار بيض، ممكن ان احنا نستبدلها بشوية من
اللبن بسكر، او ممكن كمان ميه بسكر، يعني ندهن بيها وش العجينة تاخد وش معانا بس في الفرن. طبعا زي ما انتم ما شايفين انا دهنت كده الصفارة. هبدأ بقى ان انا احط سمسم. طبعا السمسم هنا يعني على حسب ما انت تحبي، حباب سمسم او لا، لكن السمسم بيدي شكل حلو جدا وكمان طعم حلو جدا للقرص. هبدأ بقى ان انا احط بقى ايه السمسم على كل كمية القرص زي ما انتم ما شايفين كده. هنبدأ طبعا احنا بنشغل الفرن على درجة حرارة بتبقى عالية، وطبعا بنسيبها ان هي ترتاح شوية في السجون، وبعد كده بندخلها الفرن. وهنا بعد ما طلعت معايا من الفرن زي ما انتم ما شايفين كده شكلها حلوة جدا واخدة السوا المظبوط. قومي كده بقى وتشجعي واعملي لاولادك حبة قرص كده حلوين، وهيعمل معاكي كمية حلوة كده زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. يعني الكمية ديت من نص كيلو دقيق وكوب حليب وخميرة هتعمل معاكي كمية حلوة جدا. يعني لو اشتريتيهم من بره طبعا هتكلف عليكي كتير، لكن هتعملوهم في البيت هتبقى موفرة وهتملى خير كتير معاكي في البيت. زي ما انتم ما شايفين هشة جدا وطرية، وعايزة اقول لكم ريحتها وطعمها تحفة جدا. اتمنى طبعا تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم ودعوة كده من قلبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وزي ما انتم ما شايفين هشة جدا وطرية. اتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بمشيئة الله.